داخل ملاعب اليوم وكابتن ابراهيم حسن. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. معلش انا اسف يا كابتن على الفاصل. لا ازاي انا مكاننا يعني. ربنا يخليك. مش فاكر كنت بقول بتكلم في نقطه ايه، معلش فكرت. كنت بكلم حضرتك كابتن على برضو طموحاتك الفتره الجايه مع الاتحاد السكندري. يعني الاتحاد السكندري دلوقتي بيمر بظروف صعبه، كل نادي جماهيري بيبقى ليه مطالب. يعني اول اجتماع بيبقى مع رئيس نادي يقول لحضرتك احنا هدفنا مثلا نطلع من الكبوه اللي احنا فيها، بنفكر في ماتش هدفنا نخش نفنش مثلا زي السنه اللي فاتت. ايه طموح الاتحاد السكندري وايه طموح التوأم مع الاتحاد السكندري؟ احنا طموحنا ان احنا نعمل ان شاء الله فرقه كويسه ونعمل نتائج كويسه، وماسكين زي ما قلت نادي بشعبيه كبيره، وخصوصا ان انت وفتره ان انت داخل بعد 5 جولات او 6 جولات تقريبا في نتائج طبعا مش كلها ايجابيه. انت بتحاول ان انت تشكل فريق ده كويس، بتحاول ان ترجع تاني تيجي يعني تحصل على النقاط تخلي الفريق يبقى في مركز كويس. اكيد نادي الاتحاد مش هتتنافس في الدوري يعني دي ممكن تكون مرحله عايزه مرحله طويله ان شاء الله. يبقى في الفتره الجايه يبقى في تركيز في على مدار السنه دي او السنه الجايه. ممكن بعد كده بالنظام اللي موجود واللي احنا شفناه والتزام الناس اللي موجودين باعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي، ممكن ان شاء الله ليه لا الاتحاد يوصل ان شاء الله للمنافسه. بس احنا دلوقتي بتحاول نخط النادي الاتحاد على الطريق الصح، وبتحاول ان انت تساعد ان الفريق ان شاء الله يرجع تاني يبقى فيه يعني شكل كويس واداء كويس ونتائج باذن الله كويس. ده اللي احنا اتكلمنا مع رئيس النادي ومجلس الاداره. فهم طبعا كان احنا زي ما قلت لك كان مستبعد جدا ان احنا نمسك الماتش الجاي، بس هم يعني رئيس النادي طبعا الدكتور محمود اصر ان احنا نبقى موجودين، وهو عارف ان احنا بالنسبه لنا يعني الحمد لله من الناس الشخصيات اللي ما بتخافش انك تمسك تشتغل في اي توقيت في اي ظروف. فاحنا قلنا ما فيش مشكله خلاص يعني اتناقشنا مع حسام مع بعض وقلنا خلاص نبدا، وخصوصا لان دي رغبه مجلس الاداره ورئيس النادي. فاحنا قلنا خلاص، واحنا رغبتنا برضه ان احنا خلاص ادام الناس في ان هم يعني عايزين متوسمين فينا ان احنا نبتدي من دلوقتي، وحاسين ان احنا ظروف الفرقه دلوقتي ان الكابتن طلعت مش موجود. فعشان كده خلاص يعني قرارنا كان واحد، وان احنا نمسك ايا كان. طبعا الماتش صعب اكيد مع نادي الزمالك قبلها 48 ساعه، فاحنا تعودنا على الكلام دوت في كل شغلنا الناس تتعود على الظروف الصعبه، فان شاء الله يجيبوا ربنا كله كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، انتوا ناس محترمه وطول عمركم محترمين، طول عمركم بتتولوا في اي ظروف صعبه يا كابتن الحقيقه يعني. وان شاء الله باذن الله بتمنى لحضرتك كل التوفيق. انا عارف ان كابتن حسام جنب حضرتك، لو ينفع بس نكلمه نبارك. اتفضل. الو كابتن حسام، ازي حضرتك؟ كابتن سيد، ازيك حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. الله يخليك، ربنا يخليك حبيبي. كابتن الف مبروك. الله يبارك فيك يعني الحمد لله، وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا في البدايه بقول الشعب المصري كل سنه وانتم طيبين، العيد الهجري، لكن برضه بعزي كل الشعب المصري على طبعا الجنود الغاليين اللي احنا فقدناهم، الشهداء اللي فقدناهم. فدي انا كل التعزيه لاسرهم وكل مصر كلها ان شاء الله. يعني الجيش يكون دايما ويكون في احسن حال، ويكون ان شاء الله اقوى مما كان ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله يا كابتن. ومصر ان شاء الله باذن الله تفضل واقفه يعني على رجليها كده. تولي الكابتن حسام حسن نادي زي الاتحاد السكندري بشعبيته في ظروف صعبه، يعني دايما الحقيقه حضرتك والكابتن ابراهيم حسن دايما بتتولوا في ظروف صعبه. يعني يكون فريق بيهبط، فريق عنده لقاءات جامده، فريق ظروفه صعبه داخل على لقاء جامد، اتحاد ظروفه صعبه وداخل على لقاء الزمالك وبتقبلوا المهمه. تعني ايه عند حضرتك؟ يعني ان كلها ترتيبات ربنا، يعني احنا الحمد لله ناس قدريين، ربنا هو اللي بيكتب لنا خطواتنا واحنا بنسيب على الله. يعني احنا في كل الاختيارات وفي كل الظروف والمناسبات ان احنا بنشتغل بنية صافية. اي حد بيحتاجنا في اي حاجة في اي ظروف، من ساعة حتى بداية اول تجربة تدريبية ليا النادي المصري كان ظروفه كانت صعبة جدا قبل الاخير. وفضل 6 ماتشات مع الحاج سيد كان نفس الظروف، ونادي الزمالك برضه من 4 سنين نفس الظروف.
لكن ده يعني حتى نادي الاتصالات، نادي المقاصة، يعني اعتقد يمكن زي ما بقول لك في النهايه ربنا هو اللي بيكتب كل حاجه، وبيدينا بيخلينا بناخد القرار، وفي النهايه ان شاء الله راضيين بقدر ربنا. ونادي الاتحاد، نادي الاتحاد من الانديه الجماهيريه اللي من ضمن اربع خمس انديه في تاريخ الكره المصريه، من اكبر الانديه اللي موجوده، ويشرفني. وانا كنت صارت يمكن انا نهيت حياتي وانا كلاعب في نادي الاتحاد، رغم ان هي ما كانش مده طويله، لكن من الانديه اللي انا اسمي اتكتب فيها واللي اتشرفت ان انا امثلها كلاعب. الحقيقه يا كابتن حسام، يعني انا دايما بتشرف بوجود حضرتك معايا، خصوصا ان حضرتك يعني ده اول حديث لحضرتك بعد فتره صمت طويله جدا. وانا على المستوى الشخصي يعني بتشرف دايما بوجود حضرتك كابتن ابراهيم حسن. ولكن الناس يا كابتن نفسها برضو تعرف، الناس الحقيقه شايفه مشهد جديد للكابتن حسام حسن، تتعامل بهدوء مع المواقف، تاخد كل موقف تقفل الباب وتبتدي من اول وجديد، سواء في الاردن سواء مع الزمالك، النهارده رايح الاتحاد السكندري برضو فتره التعاقد لحد اخر الموسم. هل ده طلب حضرتك لهدف تاني، لطموح تاني؟ هل ده طلب مجلس الاداره؟ طلب يعني هل ده كان طلب حضرتك في التعاقد؟ احنا سمعنا ان مده التعاقد هي لنهايه الموسم، هل ده كان طلب حضرتك؟ دي كانت وجهه نظر حضرتك؟ بالظبط. انت اكيد يعني زي ما انت عارف، يمكن الناس كلها كانت عارفه في اثناء تعاقدنا مع نادي الزمالك كان اصراري وطلبي ان احنا مده العقد تبقى لا تزيد عن سنه، موسم واحد، لان مش تقليل من فرصه وجودك، يعني احتراما يبقى في اختيار بعد ليك وللاداره ان انت بعد الموسم تكمل او ما تكملش، على حسب انت مستريح، على حسب ادائك، على حسب هم تقييمهم ليك. فانا بشوفها دي عامل ايجابي، يعني طول ما الواحد قاعد فتره قصيره، اعتقد الفتره ممكن تطول على حسب طرفين، لكن في النهايه الفتره القصيره بتدي نوع من التركيز اكتر، الاصرار ان انت عايز تشتغل وتركز في شغلك وتنتج، وفي نفس الوقت الاداره تبقى عندها مفيش حد يقعد غصب عن حد، سواء انت كمدرب او كاداره. ده اللي انا فكرت فيه، وده اللي بقى ده الماده اللي انا شغال عليه، وده اللي حصل مع نادي الاتحاد. مش معنى ان انا بقول سنه ان انا مش عايز اقعد، لا بالعكس، انا بقول ان احنا نكمل، ننهي الموسم ونشوف احنا ادائك ايه وهم يشوفوا ادائنا ايه، وفي النهايه يعني ممكن يبقى في استمراريه يعني. كابتن حسام، شايف مواجهه نادي الزمالك مع الاتحاد، يعني 48 ساعه تولي حضرتك المسؤوليه ولقاء صعب، مع العلم يعني لخبطه جدول الدوري، يعني ما عادش فيه فرقه قويه وفرقه ضعيفه. النهارده الاهلي بيتعادل مع الاسيوطي، الامور النهارده بقت صعبه. شايف حضرتك اللقاء الجاي ازاي؟ في الحقيقه يمكن اسلوب رئيس النادي الاستاذ محمود مشاري او الدكتور محمود مشاري، ان هو راجل اسلوبه الراقي، واعضاء مجلس الاداره اللي جم ومدير النادي، فعلا زي ما ابراهيم قال لك، احنا كنا رايحين اتكلمنا في التليفون بالليل، النهارده كان في مجرد ان احنا قاعده وعشان يعرف قرارنا المبدئي، وطبعا كنا رايحين مجرد القعده ونسمع من الاداره والدكتور محمود، ولكن فوجئت باسلوبه الراقي واسلوبهم التمسك الكبير، وان هم الناس جايين مخصوص، وكل الثقه والتقدير لينا والجهاز. اعتقد واحنا متعودين، يعني طول ما بنلاقي ان حد منظم ومحترم واسلوبه راقي معانا، ممكن نديله قلبنا. فبالتالي انا ممكن يعني انا اتفاجئت بالموقف كله، الموضوع كله ما خدش 5 دقايق، نتيجه الراجل بيتكلم بطريقه يعني فعلا، يعني نادي الاتحاد اعتقد ان هو ماشي في الطريق الصحيح، نتيجه باللي انا شفته ان في مجلس منظم، كل واحد ليه دوره. اعتقد ان هم عايزين يشتغلوا، ودي بدايه النجاح، طالما كل واحد بيشتغل شغله، وطالما كل واحد بيقدر الاخر، اعتقد ان دي بدايه نجاح لنادي الاتحاد. فان شاء الله يكون عند حسن الظن، وان شاء الله يكون عند حسن ظن جماهير نادي الاتحاد. نادي الاتحاد موجود في موقعه في مدينه او محافظه اسكندريه، العاصمه الثانيه لمصر، فاعتقد ليها دور كبير، زي ما احنا اشتغلنا قبل كده في النادي المصري بورسعيد.
اعتقد ان احنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون عند حسن ظن، نضيف حاجه للكره المصريه، رغم زي ما انت قلت المسافه المده قريبه جدا من الماتش الزمالك، وكان حتى يمكن من درجه اسلوبه اللي خلانا ان احنا كنا على الاقل احنا كان في موافقه ماديه، لكن هتبقى بعد المباراه، بعد مباراه الخميس، ولكن بطريقه كلامه والثقه اللي موجوده عنده الجهاز خلتنا ان احنا يعني ما كنتش عارف، يعني ما كانش فيه يعني مش عارف تهرب من الموقف يعني، ولكن احنا تقبلنا الوضع نتيجه احتراما وتقديرا للمجلس والدكتور محمود مشاري، فبالتالي ما عنديش مشكله خالص. وفرق ونادي الزمالك نادي كبير وعنده كبير بجماهيره ولاعيبته اللي موجوده، وتقديره للجميع كاداره وكل المجموعه اللي موجوده في نادي الزمالك، فبالتالي نادي الزمالك انا تعاملت مع اللاعبين واعتقد ان انا عارف اشتغلت معاهم واللعيبه اللي موجوده على مستوى، وان شاء الله ان شاء الله نقدم مباراه لنادي الاتحاد رغم المده القصيره، ولكن انا كان اصراري قبل النهارده كان يبقى في تليفون اتصال بيني وبين الكابتن طلعت يوسف، ان انا اصريت ان انا اكون كلمني، ان انا عارف الكابتن طلعت قد ايه لما المدرب بيتعرض لسوء توفيق، فبالتالي كنت عندي اصرار ان انا اتكلم معاه في نواحي كتير، وفي الحمد لله في يعني راجل بيحب نادي الاتحاد وابن من ابناء نادي الاتحاد، وكان المكالمه كانت مثمره جدا بيني وبينه، وكل التقدير والاحترام ان هو عايز اي حاجه، ان انا معلومه اي حاجه عن اللاعبين، فدي كانت دي روح حلوه انا شفتها من الاداره او من لاعبين قدامى ابن ابناء نادي الاتحاد زي كابتن كبير كابتن طاهر. اعتقد يا كابتن حسام النهارده حضرتك بتدي درس، يعني اعتقد النهارده بتدي درس الانتماء، درس الاخلاقيات، درس حسام حسن وابراهيم حسن عاملين ازاي، ولكن الحقيقه تستاهل كل التحيه، سواء حديث حضرتك على نادي الاتحاد او حديث حضرتك على نادي الزمالك، ولكن معايا واحد مصمم الحقيقه ابارك لك، واحد حضرتك النهارده ذكرت اسمه كتير جدا، هو الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور، ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك يا فندم. الحقيقه يعني حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا يعني، بس الكابتن حسام النهارده يعني بيتكلم على حضرتك، اكيد حضرتك سمعت الكلام يعني. الكابتن حسام يعني في الحقيقه لقائنا زي ما هو قال لك ما خدش 5 دقائق. احنا متعودين على ان الواحد بيتكلم بقلبه، وكل التفكير لصالح نادي الاتحاد، والحقيقه الكابتن حسام ومجرد ما اتكلمت معاه أدرك الموقف وشاف الوضع وقيمه، ما خدش فعلا اكتر. هو حضرتك كابتن حسام معانا على التليفون دلوقتي، تقول له حضرتك ايه على الهواء قدام الشعب المصري كله؟ انا بشكر الكابتن حسام وبحييه على شجاعته، وان هو قيم الموقف في وقت قليل جدا، خد قراره، وانا باكد على كلامه ان نادي الاتحاد نادي كبير بيمثل مدينه كبيره ومحافظه كبيره، وكلنا بنسعى لان احنا نحطه في مكانته الحقيقيه. طبعا، وحضرتك معاك التوأم، هي دي جيناتهم، هو دي طريقتهم في اي ظروف صعبه تلاقيهم. برضه كابتن حسام هيرد على حضرتك، خلي حضرتك معاك كابتن حسام. اتفضل. الو كابتن حسام، سمعت حضرتك الدكتور محمود؟ يعني ما انا بقول لك يعني انت اكيد راجل دكتور كبير وغني عن التعريف، انا طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا بمجلس الاداره وبالجماهير وباللاعبين اللي موجودين وبالجهاز ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن الفتره اللي جايه، ونادي الاتحاد زي ما قلت يعني يستحق من الجميع، من كل المدربين اللي موجودين في مصر، ان شرف لاي حد ان هو يدرب نادي الاتحاد، ان من الانديه الكبيره زي النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والانديه الكبيره، يعني كنادي الاتحاد نادي كبير، اي حد كلاعب وجهاز ان هو ومدرب ان هو يتمنى ان هو يكون عنده حسن ظن ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله يا كابتن حسام، بتمنى لحضرتك كل التوفيق، حضرتك والكابتن ابراهيم والجهاز الفني الفتره القادمه، انتوا الحقيقه يعني تستاهلوا كل خير، ويعني يا مديتوا مصر يا مديتوا الاهلي يا مديتوا الزمالك. حديث حضرتك على الاتحاد او الزمالك حديث الحقيقه يستاهل كل التحيه والاحترام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد. معايا الدكتور محمود مشالي يا جماعه. ايوه حبيبي، اتفضل يا دكتور. الحقيقه كلام يعني كلام كبير جدا من كابتن حسام. الكابتن طلعت شخصيه محترمه الحقيقه، شخصيه محترمه اللي ابداها الكابتن طلعت
والشجاعه بتاعته ان هو لما حس ان مفيش توفيق ان هو هياخد موقف ويقول لصالح نادي الاتحاد انا بعتذر في التوقيت ده. واحنا قعدنا مع بعض امبارح سهره طويله ونقاش لصالح نادي الاتحاد، وكان له راي اساسي في اختيار الجهاز اللي هيكمل بالفريق. في الحقيقه تعاون كامل، دي الروح اللي احنا عايزينها. النهارده هو اول تليفون بياخده الكابتن حسام بعد الاتفاق يكون من الكابتن طلعت ويقول له انا في ظهرك ومعاك. دي الروح اللي احنا نفسنا تبقى موجوده في الرياضه. وانا باكد اللي حضرتك قلته ان الكابتن حسام النهارده والكابتن طلعت بيدوا مثل لحقيقه ومفهوم الرياضه الحقيقي. كلام الحقيقه كلام محترم، بس يعني مجلس اداره الاتحاد برئاسه حضرتك دايما بيدي مثل ودايما بيدي ظروف، سواء في المئويه اللي جاب يعني استاذ محمد مصلحي، سواء النهارده بتمشي حضرتك مدير فني ابن اسكندريه بطريقه عامله ازاي، سواء بتجيب حضرتك مدير فني تاني بشكل عامل ازاي. الحقيقه يعني حضرتك بتديره بشكل يعني يستاهل التحيه والاحترام. يعني الله يخليك يا حبيبي، انا متشكر جدا. ربنا يخليك يا فندم. يعني